بدكن حلو بارد خرج الصيفية وطيب كتير. ما إلكن إلا ليالي لبنان. من أطيب الحلويات اللبنانية هي ليالي لبنان. حلو بارد وطيب كتير كتير. بعشر دقايق ممكن تحضري أطيب صينية حلو ممكن تدوقوها، وكتير سهل تحضيرها مع الفستق الحلبي. يا سلام، وبتتاكل مع القطر. ما بخبركن قديش طيبة. بداية المكونات اللي نحنا بدنا نحتاجها هي حليب، سميد ناعم، بيضتين، ظرف مسكر، ما زهر وما ورد، ظرف فانيليا، وعلبة قشطة. أول شي بدنا نحط 7 كبايات حليب. هلا اللي ما عنده حليب سائل في يحط 7 كبايات مي و3 كبايات حليب بودرة. هلا بدي احط كباية سميد، كله بدي اخلطه هلا على البارد. اوكي، بدي احط نص فنجان قهوة مع ورد، وبدي احط نص فنجان قهوة مع زهر. بلشت الريحة تطلع، ريحة عن جد رائعة. وبدي هذا ظرف المسكة بدي دقه وحطه معه. اتركوها بالمغلف تاعها ودقوها. هيك صارت بودرة. هلا بدي اخلط المكونات كلها على البارد. خلطتها، بدي احركهم كتير منيح. هلا اللي ضل عندي هو البيض والفانيليا، وهيدي القشطة على الوجه بدها تنحط. اوكي، بس البيض والفانيليا مش هلا بدنا نحطهم، هلا بعد شوي على النار. بنحركهم كتير كتير منيح قبل ما نحطهم على النار. حطيته على النار، ولعت تحته على نار وسط مع التحريك. ابدا ما تتركوها طنجرة لحالها، لانه في سميد وبتخافوا يلزق بالطنجرة. هيك على الخفيف بدلكم تحركوا فيها. هلا هون بدي احضر البيض. بدي اخفقه بدي احضره بكاسة. بدي احط ظرف الفانيليا عليه. بدي اخفقه كتير منيح وانطر الخليط ليسمك لحطهم فوقهم. هلا بورجيكم كيف. بس بلش يغلي الخليط، بدنا نوطي تحته، ما بدنا تكون الحرارة كتير عالية عليه. وبدنا نحط خليط البيض مع الفانيليا فوقه. بس انتبهوا، مش هيك دفعة واحدة. بدنا نحطه كتير على البطيء. يعني شوفوا كيف انا عم حرك، بدي نزل شوي شوي يعني. وبدكم تخفقوا بسرعة. بدي نزل شوي واخفق، نزل شوي واخفق. بدكم تخفقوا بسرعة كتير انتوا عم بتنزلوا البيض. اوكي،
عشان ما دغري يستوي البيض على الحرارة. بعد ما حطيتوا البيض بده يصير يبلش الخليط يجمد معكم مع التحريك المستمر، ما تتركوه لانه بلزق مثل ما قلنا. بلش يسمك وتتفتح حبات السميد. شايفين صار كيف سمك الخليط؟ صار فينا نطفي ونسكبه بوجات التقديم. بسم الله. هيك سكبناه بجات التقديم وحنتركه يبرد ليصير بحرارة الغرفة، بعدين بنحطه بالبراد. بس يبرد مزبوط بدنا نطلعه بنزينه، نورجيكم نزينه انا وياكم بعد ما حطيناه بالبراد وصار بارد وجامد. صار وقت نزينه ونجهزه للتقديم. اول شي عنا القشطة، علبة القشطة. بعد ما خلصنا حطينا القشطة على كل الصحن، بدنا نزينها بالفستق المطحون. وهيك خلص معنا أطيب حلو لبناني اللي هو ليالي لبنان.